لو عمال تشوف ال AI visuals في كل حتة وشايفها كلها نفس الحاجة وعمال تقول ازاي اعرف اعمل حاجة شبه دي، بس ما تكونش هي تكون مختلفة وحاجة حقيقية. فالفيديو ده ليه؟ انا مش عايز اعملك الحلم ولا اقولك برومت سحري، انا موجود عشان اعلمك بجد الطريقة والحاجة اللي انت تقدر بيها تكريت بنفسك. الكورس ده لمين؟ لو انت حد بيجنر كرييتيف جرافيك ديزاينر، او حد عامة شايف اللي بيحصل ده ويقول هو انا ازاي اعرف اطلع من ده بحاجة، اطلع من ده بحاجة، ازاي اعرف اخلي اللي في دماغي يبقى حقيقة، ازاي حتى ان انا احول من ده من ان هو ولا حاجة لان انا بجد اعرف ان انا اطلع منه فلوس. يعني انت ما تصدقش الموضوع ده ازاي في 4 شهور تقريبا عارف ان هو غير حياتي كلها لحتى انا مكنتش اتخيل ان انا هعملها كمان 10 سنين مثلا. انا دلوقتي لسه 16 سنة وبشتغل، عندي 5 كلاينتس ريكيرنج، فاهم. فهو الكورس ده عامة ممكن ما يكونش لمين. لو انت حد بتدور ازاي تبقى سريع في لحظة، او تبقى غني في لحظة، او ان انت النهاردة هاخد كذا بعد اسبوع هبقى خلاص بقى عملت كل حاجة، حققت كل الفلوس اللي في الدنيا وبقيت زوج كايلي جينر ولا حاجة. فلا، انت مش هتكون الناس دي. انت لازم ان انت بجد تتعلم وتطبق وتكريت حاجة بجد. وفي الكورس ده هحاول على قد ما اقدر اعلمك حاجات كتير قوي، وغير اللي انا بعلمها للناس برايفت، لان هعلمك حاجات كتير بجد. ان انت انا هعرف ان انا بقى اول خطوة اعمل فلوس، انفست تاني في ماي نولج، واعمل فلوس اكتر بكتير at least 10 times يعني. طيب، اول حاجة انت لازم تفهمها ان ال AI مش بيكريت الحاجة. ال AI هو بكل اختصار بيكبر الذوق بتاعك والمود الفايبس انت بيكبر التيست بتاعك انت من فايبس وكونسبت وكل حاجه، لان هو يحول ده من مجرد فكره في دماغك لانها فكره على الحقيقه الناس كلها قادره انها تشوفها. ففي حاجه في دماغك هو بس بترانزميت الحاجه دي انها انت قادر انت تشوفها عادي، وناس تانية كتير. طيب، مش عايزك ان انت تفكك بقى من الاسامي واللخبطه واللخبطه الكتير اوي ده، لان هما بكل اختصار ما يجوش على بعض 4 تولز وكلهم اسهل من بعض والله. فالبروسيس هي جنريشن، اديتنج، انهانسمنت، وريفرنس ومود بورد وحاجات كده. طيب، نبتدي مثلا بالريفرنس والمود بورد. بنترست واركايف تقريبا اسمه حاجه كده يعني. فدي اول تول مثلا، دي اللي هي عشان تجيب الريفرنس والكرياتيف بتاعك يعني. جنريشن يبقى ميد جيرني، مش عشان اللي بيعمل السين والفايبس والحاجات دي. انهانسمنت هيبقى ماجنيفيك. editing نونو بنانا او شات جي بي تي 1.5. دي التولز بكل اختصار. فكك بقى اللي يقول لك اعمل كذا 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 كذا. عايز تعمل لك فيديو تلاقي 2.6 او 2.5 او فيديو 3.1 كواليتي او كده. طيب، ايه بقى المشاكل عامة اللي اغلب الناس بتقع فيها؟ لما انت دايما تبقى تدور على البيرفكت برومت، عمرك ما هتجيب البيرفكت برومت. انا كعمر هو والله العظيم بطلت اكتب برومتس بقالي يمكن شهر ولا حاجة كده. وسبحان الله اول ما عملت كده بقت كل بروس عندي اوتوميتد. هبقى حتى اوريها لكم ازاي بعد كده تعملوا من A to Z بجد، مفيش اي حاجة، لان هو كرييتيف اي اي ستوديو بيجراب مثلا 30K بير مانث، فاهم. ريتينر ثابتة على طول، كل حاجة فيكسد من كلاينتس هنا في مصر حتى، فاهم. علمك الحاجات دي انها اوريدي اتشيفد، فمش موضوع. فان انت تعمل كده اوتوميت كل حاجه، حتى ان يبقى فيه حاجه اللي بره هي دي البيان ده كله. فهي الفكره كلها انت توتوميت البروس بتاعتك، تعمل كل حاجه. مش لازم انت تعمل برومتس. في الجروب بتاعتي اللي على الواتساب هتلاقي اللينك في الديسكربشن، وفي البايو هتلاقي ان انا بعلم الناس ازاي حاجات كتير، بديهم ريسورسز. الناس اللي بتتعلم معانا برايفتلي بديها لينك تقريبا 10 جي بي تيز بستخدمهم ديلي في الشغل بتاعي، هما الاوتوميشن بتاعي اللي ربطهم كلهم ببعض وخلاص. الجي بي تيز دي بتعمل كل حاجه من ريبليسمنت، اديتنج، انهانسمنت، كريتيف دايركشن، كل حاجه ممكن انها تيجي في بالك، وانا عملتها كلها بنفسي عادي. طيب، لو انت عايز تيجي اكسس لحاجات شبه دي، انا عامل واحد فور فري موجود على الجروب، اللينك في الباي في الديسكربشن، وتقدر تبعت لي على انزل هناك هتلاقيني برضو بديهولك تبع الحاجات اللي انا بديها للناس يعني. طيب، ده هيعمل لك البرومس، الايديتنج، كل حاجه ممكن هتيجي في بالك يعني. عايز ان انا كوبي الستايل وافهم اكتر واعمل كل حاجه، انت لازم ان انت تبطل كوبينج اصلا. المفروض ان انت تفهم بجد الحاجه ماشيه ازاي. مش لازم ان انت كوبي بيست الحاجه اللي بيقول لي برومت اللي بيعمله كشف، فكك من العبط ده. لازم انت تكريت حاجه بجد، وما تدورش دايما على ال ما تاخدش الكواليتي بالرياليزم، ماشي يعني.
الرياليزم حاجة والكواليتي حاجة. الكواليتي ممكن تبقى عالية قوي، ممكن نعملها بماجنيفيك عادي. الرياليزم إن هنخلي حاجة بجد رياليستيك وواقعي، ودي مهمة. لو أنت شغلك حلو قوي، كواليتي حلوة، بس مفيش رياليزم، يبقى أنت مفيش أي كلاينت هيشتغل معاك. وبطل تيوز افكت شوية، ولا إن أنت تأوفر دوز البرومس بتاعتك. خلي البرومس بتاعتك خليها إنها تكون خفيفة على قد ما تقدر، اكسبلينر، مش رغي كتير. اغلب الاي اي فيجوالز اللي شكلها وحش هي مش بسبب التول، لا، احنا كلنا بنستخدم نفس التولز. هي بسبب ان انت كاتب غلط كبرومتس، كدايركشن، ككرياتيفيتي. لو انت كتبت صح كل حاجه هتبقى كويسه، والله العظيم عادي. طيب، اهم حاجه بقى اللي قلت لكم عليه، اللي هو الاي اي اصلا بيحاولوا حقيقه، وبيحاولوا انه يبقى موجود. المود بورد بتاعتك والكرياتيفيتي بتاعتك والبراند وورلد بتاعك اللي انت خلقته وبتحط بتشوت جواه. الستوري دي اللي هي الستوري انت والكونسيبت اللي انت بتحاول ان انت توصله. اللايتنج اللي هو مثلا اللايتنج والشادوز، الكومبوزيشن الكومبوزيشن. الحاجات دي كلها هتفرق ان انت بجد، ده هو التست بتاعك. ده هو بجد البيت اللي هيخلي الحاجة دي انها من مجرد برومت عادي مفيش اي حاجة، لانها بجد تبقى حقيقة وصورة وفيجوالز وكل حاجة، حتى ان انت تعرف تجيم بيها اتليست يعني 30K في المنث عادي من كلاينتس في مصر، انت فاهم. طيب، لازم انت تفهم برضو ان البرومتس هي عبارة عن انستراكشنز، ماشي. وان التيست بتاعك اللي لسه قايله لكم هنا هو ده الدايركشن، ودي الكريتيفيتي بتاعتك. انا ليه بقول كده؟ عشان انا اي كريتيف دايركشن وبرودكشن ليد. عايز تجين اكسس للحاجات دي كلها، التولز، البرومتس، الجي بي تيز، الجيمز، كل حاجه ممكن انها تيجي في بالك. وريل وورد بريك داون تدخل مع كام هم دلوقتي جروب لسه عاملينها النهارده وفيها 30 واحد. فانت عايز تدخل مع الناس دي كلها وتتعلم بجد، وحتى ان انت اكونكت ليك مع الناس واساعدك في حاجات كتير. ادخل الواتساب جروب اللي موجوده في اللينك في الديسكربشن، هي فري توتالي ادخل فيها، هتلاقيها في البيع، هتلاقيها في كل حاجه. او هتعلمك، هي بجد عايز انها تبقى الهب بتاع الناس اللي عايزه تتعلم اي فيجوالز. كان نفسي ان حد يساعدني ويديني المعلومات دي كلها وانا في البدايه، فيمكن ربنا دلوقتي بيحطني في طريقه عشان انتوا تتعلموا بجد، تحاول حاجه اللي كان نفسكم فيها. انا عمر، لو انت عايز تتعلم حاجه تانية يبقى ريتش اوت على طول. بس باي.